الناس في مصر بتقسط كل حاجة تقريبا اليومين دول. تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بيظهر نمو ملحوظ في قطاع التمويل الاستهلاكي، اللي هو يعني الناس بتشتري الحاجة بتمولها بالكروت أو بالقسط. طب الارتفاع ده اللي هو عامل ازاي يعني؟ لو قارنا شهر يونيو 24 بشهر يونيو 25 الارتفاع وصل تقريبا 109%. يعني تقريبا الناس قسطت ب9 مليار جنيه في شهر 5 مقارنة ب4.2 في نفس الشهر السنة اللي فاتت. ومش بس القيمة اللي زادت، لا عدد كمان الناس اللي دخلوا في النظام ده كمان زاد. يعني شهر 5 2024 كانوا 344 ألف واحد مسجل في التمويل الاستهلاكي. نفس الشهر السنة دي تقريبا داخلين في المليون، 992 ألف واحد، يعني زيادة 118%. انت متخيل ان اكتر من نص مليون مصري قرر في شهر 5 2025 انه يشتري حاجات بالقسط؟ السنة اللي فاتت في نفس الشهر ما كانش محتاج انه يعمل حاجة كده. طب استنى، الناس بقى بتشتري ايه؟ لان ده مهم. حسب توزيعة التمويل الاستهلاكي في النص الاولاني من 2025 العربيات عاملة تقريبا 18%، وده طبيعي نوعا ما. الاجهزة الكهربائية عاملة في حدود ال 18% برضه، 17.8. الاجهزة المنزلية 16.5%. سيبك بقى من كل ده وخلينا نركز في المهم. السلع الاستهلاكية عن طريق كروت التقسيط وصلنا ل 13.7 14% تقريبا من قيمة الحاجات اللي بتتقسط. اما بقية السلع الاستهلاكية اللي مش عن طريق الكروت، اللي هي زي مثلا الملابس، الجزم، النظارات، الساعات، واصلة ل 3.5% تقريبا. ال 13.7 على ال 3.6 دول اللي هو قيمة الحاجات اللي الناس اشترتها سلع استهلاكية في شهر 5 بس بالتقسيط، يوصل 1.5 مليار جنيه تقريبا. طب الكلام ده حلو ولا وحش؟ بص بقى، التمويل الاستهلاكي بيعزز فكرة الشمول المالي كده كده، وبيحفز الطلب على منتجات ما كانتش الناس هتقدر تشتريها في وقت من الأوقات كاش، فمعنى ذلك ان هو بيزق عجلة الاقتصاد والتجارة. بس في نفس الوقت الزيادة الرهيبة اللي احنا شايفينها دي معناها تآكل في القدرة الشرائية عند المواطنين. نفس الناس السنة اللي فاتت كان عندها قدرة نوعا ما انها تشتري سلعة معينة، السنة دي مش قادرين. المشكلة الحقيقية بقى في الوضع المستقبلي، لان قسط في 2 في 3 الواحد بيدخل في التزام مالي طويل، وفي ظل ارتفاع الاسعار والتضخم الواحد ممكن يلاقي نفسه مش قادر على الاعباء المالية لبقية الشهر، لان عليه اقساط بتتسد اول ما بينزل له المرتب، فده بيزود من احتمالات التعثر. ما هو معظم المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها دي المنتجات الاستهلاكيه، هي دي اللي انا بتكلم عليها. في الغالب ما بينفعش تعيد بيعها. واحد جايب نظاره ولا جايب موبايل ولا جايب ساعه هيبيع، ولا جايب حتى قميص هيبيعه ازاي ده؟ ولو باعه هيجيب له كام؟ فلا قدر الله لو حصلت اي ظروف زي فقدان وظيفه، تعب، مرض، او حتى بنتك هتتجوز، اي حاجه يعني، حاجه كويسه او حاجه وحشه، المهم يبقى في التزام مالي جديد، القسط هيكون عبء كبير جدا عليك في الفترة اللي جاية. وطبعا كل يوم احنا شايفين عروض التقسيط بتزيد اكتر واكتر، وده اللي بيخلي الناس تستسهل، تحس ان يعني وماله هناخد قرض علشان نجيب دي، ناخد قرض علشان نجيب الحاجة الفلانية، وهكذا. انا شخصيا مستخدم بعض البرامج ديت، بس بستخدمها في حاجات بالنسبة لي اساسية، زي مثلا كاوتش العربية، 4 عجلات هيعملوا مبلغ كبير، اقسطهم بدل ما ادفعهم مرة واحدة، فاهم؟ علشان كده بقول لك دايما قبل ما تبتدي تشتري حاجة بالقسط مبلغ كبير هيعمل عليك عبء مالي، لازم اول حاجة تفكر فيها، هل انا فعلا محتاج السلعة دي؟ يعني ما ينفعش استنى عليها شوية؟ ما ينفعش اصبر بدل ما اقسطها استنى لما الم تمنها كاش؟ لو ينفع بلاش تشتريها بالقسط. وفي قاعدة ذهبية كده دايما بنتكلم عليها لما بنيجي نتكلم على الاقساط التمويلية، دي لازم تحطها قدام عينيك كل مرة بتفكر ان انت تشتري حاجة بالقسط. مجموع اقساطك الشهرية لكل انواع التمويل بقى، مقسط شقة ولا مقسط عربية ولا مقسط جزمة، كله مع بعضه، الحاجات دي ما تزيدش عن 20 ل 30% بالكتير من دخلك الشهري. فتيجي تشوف كده دخلك الشهري الصافي كام، بيدخل لي مبلغ معين اشيل منه الكهرباء والميه اللي هي الاساسيات اللي بتستهلك الدخل بتاعي، واشوف الصافي بتاعه كام. اقساطك المفروض ما تعديش ال 30% من اللي فاضل ده. لو عملت غير كده انت في مرحله خطر، وممكن لا قدر الله في اي هزه من بره او من جوه يحصل عندك مشكله. من جوه اللي هو لا قدر الله لو حصل لك حاجه داخليه، او من بره حصل تعويم، حصل انفليشن عالي، حصلت اي ظروف معينه، لقينا البصل ضرب مره اي حاجه، كل ده هيأثر عليك لان انت هتبقى في موقف ضعف. فكر كويس قبل ما تستخدم ادوات التمويل الاستهلاكي المختلفه. الموضوع مش وحش، الموضوع بيسهل جدا جدا الحياه، ولكن لازم تبقى مركز انت بتستهلك ايه منه. ما تعملش اوفر يوز للحاجات دي، والا هتلاقي نفسك وقعت في موقف لا قدر الله مش ظريف.